بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعد يخفى على أحد حقيقة الالتفافات على القرارات الدولية وتواطؤ دول مسار أستانا وسوتشي بالتعاون مع الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات واللجنة الدستورية في هذا السياق، حيث كانت الصبغة الرمادية سمة عامة لأغلب المشاركين في هذه الهياكل، مما قد يحتم نتائج كارثية على هذا الحل. تصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة تؤكد على مسار التطبيع، مستخدما مصطلحات تنم عن تفكير سطحي بحجم معاناة ملايين السوريين واختصار قضيتهم على أنها صراع من أجل السلطة. ونحن في تنسيقيات الثورة السورية ندين ونستنكر بشدة هذه التصريحات التي لا نراها إلا في سياق واحد، ألا وهو تعويم الأسد المجرم من جديد وتقييد كل الأنشطة الثورية من حراك وعمل مسلح يفضي إلى زوال هذا النظام المجرم. كما نحذر من تداعيات المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد ثورتنا، بدءا من تشكيل هياكل وهمية معارضة تدعي تمثيل الثورة والثورة منها براء. ومن منطلقنا الثوري الذي حملته تنسيقيات الثورة السورية على عاتقها، نهيب بجميع الثوار والأحرار بالنزول إلى ساحات الحرية والكرامة والتظاهر رفضا لهذه التصريحات التي تتعارض مع مبادئ وأهداف ثورة الشعب السوري الحر. ونؤكد أن قرار الثورة بيد ثوارها وأحرارها، ولن نفوض أي دولة بتقرير مصير ثورتنا وشعبنا. مستمرون في ثورتنا حتى تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد المجرم وكافة رموزه الإجرامية. الرحمة لشهدائنا والحرية لمعتقلينا والنصر لثورتنا بإذن الله.